كان ملايين الناس تحبه وكل أغنية ينزلها تتحول لبصمة في عالم الفن، بس فجأة الدنيا انقلبت عليه. انت هدف لإلي ان شاء الله، وين ما بشوفك قاتلك. ما بيهمني فني قدام هالشيء اللي عم بعمله. أنا الله واهبك صوت حلو. سخروا بالأناشيد الإسلامية، بس هذه تهديدات، تهديد علنا. بيوم واحد من فنان الكل بيحبه لاسم الناس بتخاف تنطقه، بس السؤال شو اللي صار بالضبط؟ شو هو الشيء اللي قلب حياة فضل شاكر بهالسرعة المرعبة؟ هل فعلا غلط وارتكب أخطاء ولا في لعبة أكبر منه ومنه؟ في هي الحلقة رح نجاوب على حقائق وأسرار أول مرة رح تسمعها عن الفنان فضل شاكر، ورح نكشف السر ورا الليلة اللي قلبت حياته للأبد. خلينا نرجع للبداية. الله يدمر بشار الأسد، الله ياخذ بشار الأسد. فضل شاكر كان ورقة رابحة في عالم الموسيقى، فنان كان بتنباع تذاكر حفلاته بثواني، ما حدا كان بيقدر ينافس حجم نجوميته، وكانت الجماهير بتعتبر صوته جرعة إحساس ضرورية. بس هالشهرة الضخمة رح تتحول لمشكلة كبيرة رح تواجهه مع مرور الوقت. كيف نجم بحجمه بيترك كل الأضواء والشهرة اللي بناها بسنين طويلة وينتقل بشكل مباشر لقوائم المطلوبين؟ التحول ما كان زعل أو اعتزال عادي، لا، كانت نقلة جذرية ومصيرية دخلت اسمه فورا على ملفات التحقيق بلبنان. القضية هون مو قصة فنية، هي قصة قرار واحد تحول بسببه فنان من قمة المجد لمتاهة أمنية ما إلها نهاية. فجأة كل ماضي فضل شاكر الرومانسي صار محط استفهام كبير. شو السر ورا هالجرأة الجنونية؟ مين الأشخاص اللي كان لهم تأثير عليه ليغامر بكل مستقبله؟ قبل ما ندخل بتفاصيل السقوط لازم نعرف قديش كان صعوده عظيم لنفهم حجم الخسارة اللي صارت. طيب خلينا نرجع لصيدا بلبنان، مكان ولادة فضل عبد الرحمن شمندر أو المعروف بفضل شاكر. القصة بتبدأ بصوت عظيم بلش يطلع من مطاعم وحفلات صغيرة بصيدا. فضل شاكر كان عنده شيء بيختلف عن باقي المطربين، واللي هو الكاريزما الصوتية اللي كانت بتخلي الجمهور يثبت مكانه. صوت كان فيه لمسة حزن نبيلة خلت الناس ترتبط فيه بعمق. كانت موهبة لافتة جدا قبل ما حتى يكون فيه إنتاج ضخم، وهذا اللي خلى الناس تلتف حواليه وتحب تسمعه. النقلة المهمة صارت لما وقع عقد مع شركة الخيل للإنتاج. هون بلش المشروع الكبير بجدية وصارت مرحلة الأرقام القياسية. سنة 1998 نزل أول ألبوم له والله زمان، وهون صار في شيء اسمه ظاهرة فضل شاكر. بأقل من 10 سنين وصل فضل شاكر للقمة. حفلاته بتونس، المغرب، الإمارات كانت تاريخية، ووقف على أكبر المسارح. أغانيه كانت بتتصدر المبيعات بشكل خرافي لدرجة صار اسمه الورقة الرابحة لأي شركة إنتاج. من أغنية بياع القلوب لأغنية يا غايب كان فضل شاكر نجم صف أول بكل الوطن العربي. ما كان مجرد مغني، كان عنده قوة تأثير بصوته، وهذا النجاح الهائل هو اللي بيخلينا نفكر كيف كل هالشي بينتهي بلحظة. وهذا النجاح كله هو اللي بيخلي السقوط اللي صار بعدين مأساوي أكتر بكتير. لحظة بس قبل ما ننتقل للفصل الجاي، انزل اشترك بالقناة بسرعة عشان نوصل ل10,000 مشترك قبل نهاية الشهر. ومع العلم مع وصولنا ل10,000 مشترك رح اعملكم حلقة عن فنان معظمنا ربي على صوته وكلكم بتحبوه. الوجع هو الحرمان، الوجع هو الجوع، مرات الوجع هو التخلي لما يتخلوا عنك أقرب الناس. فضل شاكر وصل لقمة المجد، لكن خلف الأضواء كان في صراع داخلي هائل كان عم يهدد كل شي بناه، وهذا اللي لازم نوقف عنده ونحلل تفاصيله. الاعتزال المفاجئ ما كان مجرد قرار عابر، كان في 3 حقائق أساسية هي اللي أدت لاعتزاله. أولا، قرار الاعتزال كان قرار مدروس. فضل كان معلن نيته أكتر من مرة، وكان دايما في صراع نفسي وداخلي واضح بين الأضواء والقناعات الشخصية. هذا التخبط كان دليل على أنه الحياة الفنية ما كانت مريحته بالكامل. ثانيا، يقال انه التحول كان مرتبط بخلافات مالية وقانونية قديمة مع شركات انتاج. هذا الشيء زاد الضغط عليه وخلاه يدور على حل جذري ينهي كل شيء بحياته المهنية القديمة. ثالثا، وهي النقطة الأهم، التأثيرات الخارجية. بحسب تقارير بلش يدخل على حياته أشخاص جدد كان لهم تأثير مباشر وقوي على طريقة تفكيره وقناعاته بشكل غير مسبوق، وهذا اللي عمل النقلة الكاملة. والشرارة النهائية صارت ب 2012 مع بداية الثورة السورية. هون أعلن التحول بفيديوهات وخطابات صريحة، وهي الخطابات هي اللي أنهت حياته الفنية وفتحت عليه أبواب المحاكم بشكل رسمي، وتحول من فنان صف أول لشخصية أمنية مطلوب القبض عليها. سوف نبقى هنا كي يزول الألم
بعد ما اتخذ الخيار الأصعب وتبنى خطابات الاعتزال، فضل شاكر اختفى فجأة وتحول من النجم اللي كنا عم نشوفه على كل شاشة لاسم مستعار ضمن ملفات تحقيق بغرف عمليات الأجهزة الأمنية. هون بلشت حقبة الغموض اللي امتدت لأكثر من 10 سنين. الغريب بالقصة انه بحسب التقارير فضل شاكر ما سافر لأي بلد أوروبي أو خليجي، بل كان متواجد بمخيم عين الحلوة بلبنان. السر هون اختيار هذا المكان تحديدا، كان استراتيجية واضحة لتجنب الملاحقة القضائية والأمنية اللي صدرت بحقه بعد الأحداث، لأنه هو راح لمنطقة الأمن ما بيحسن يدخلها أبدا. وبفترة الغياب الطويلة فضل ما كان غايب تماما عن الفن. فضل حاول يرجع أكثر من مرة من خلال إصدارات تسجيلات صوتية وبعدين أغاني عاطفية جديدة، وهذا كله كان محاولة لترميم هويته الفنية اللي ضاعت بالقرار السياسي والأمني، وكأنه عم يحكي للجمهور أنا لسه هون. لكن المحاولات هاي ما نجحت. بالرغم من كل الإصدارات القضاء ضل عم ينتظر تسليمه، والملف الأمني لسه مفتوح حتى اليوم. لحتى ننهي الجدل لازم نوصل للخلاصة الجوهرية، كيف بيتحول نجم جماهيري لمتهم بملف أمني؟ السؤال الأهم هون مو عن مين الصح ومين الغلط، السؤال عن التكلفة اللي دفعها فضل شاكر. هل فضل شاكر كان مذنب فعلا ولا هي ورطة كبرتها الأجندات المختلفة؟ هون لازم نفصل ونحلل حكم القضاء وحكم الناس. قانونيا القضاء اللبناني أصدر أكثر من حكم بحق فضل شاكر، وهي الأحكام كلها كانت غيابية لأنه هو ما سلم حاله للقضاء. الإدانة كانت بناء على اتهامات بالتورط بأعمال عسكرية والانتماء لجهات مسلحة، وهذا قانونيا جريمة خطيرة جدا. بس السؤال بيضل مطروح، هل كان الدور هذا دور قيادي ولا مجرد تأثير تحت ضغط عاطفي وفكري؟ الرأي العام انقسم لقسمين، في ناس شافت فيه خائن لفنه وبلده، وناس تانية شافت فيه ضحية للحظة انفعال أو ضغط نفسي غير محسوب. الأكيد انه التحول العنيف اللي صار بحياته خلى الأحكام بحقه تكون قاسية ومبالغ فيها من بعض الناس. بالنهاية هو دفع ثمن باهظ جدا لخياراته بغض النظر عن دوافعها. كل هاللي صار دفعت ثمن كبير، والحمد لله ما بدي من حدا شيء، بدي تنحل قصتي وروح عيش بأمان، لأنه صار عندي قناعة أنه أنا عايش بعالم مجرم. بعد كل هالتفاصيل والملفات السؤال اللي بيطرح نفسه، وين فضل شاكر اليوم؟ بالرغم من كل الأحكام الغيابية اللي صدرت بحقه، فضل شاكر لسه مختفي عن الأنظار ولساته عم يعيش بمكان بيسمح له يتفادى تسليم نفسه. في المقابل فضل شاكر ما وقف عن الشغل، لسه عم يطلع بأغاني بشكل متقطع وعم يحاول يرجع لجمهوره بجرعات فنية صغيرة. هذا الشيء بيعطي انطباع انه عنده أمل بإنهاء الأزمة. آخر الأخبار اللي عم تطلع بتقارير صحفية تحكي عن محاولات لتسوية قضائية، يعني مفاوضات ومحاولات لأغلاق الملف الأمني بشكل ما ليقدر يرجع لحياته بشكل طبيعي. بس لحد اللحظة هاي الملف لسه مفتوح، وكلمة فضل شاكر لسه مربوطة بالمحاكم أكتر من الميكروفون. وهون لازم نوصل لأهم سؤال في الحلقة، بعد كل اللي شفناه من صعود وسقوط، هل الشهرة اللي عاشها فضل شاكر كانت فعلا حلم ولا كانت فخ مدبر بعناية؟ قصة فضل شاكر بتعلمنا انه النجاح هش جدا، وانه الشهرة مو مجرد اضواء وكاميرات، هي سلاح ذو حدين. ممكن تكون الشهرة حلم جميل بياخدك للقمة، وممكن تكون فخ قاتل اذا سمحت لعواطفك او لاي تأثير خارجي انه يقرر مصيرك بدالك. الدرس الاول والاقسى، لا تخلي اي عاطفة متسرعة او قناعة مفاجئة تخليك تاخد قرار ينسف كل تاريخك وكل شي بنيته بسنين طويلة. القرارات المصيرية بدها تحليل اكتر من العواطف. الدرس الثاني، الغلط مسموح، بس الغلط اللي بيكلفك حريتك ومستقبلك هذا غلط لازم تتعلم منه الأجيال اللي بعدها. قصة فضل شاكر هي دليل على أنه التحول الجذري ممكن يكون النهاية. النجاح الحقيقي هو بالقدرة على المحافظة على التوازن والوعي الكامل بأنه أي خطوة غلط ممكن تقلب حياتك كلها. وهلأ مستني رأيك بالكومنتات، هل برأيك فضل شاكر كان ضحية ولا صانع لقراره؟ وشو هي الأغنية اللي بتعتبرها الأفضل لإله؟ اللي رأيك تحت بالتعليقات، ولا تنسى تعمل لايك وتشترك بالقناة لتشوف قصص تانية أغرب وأخطر. أنا مستر أيهم، سلام.